الامير يشبك من مهدي الدوادار. هذا الرجل كان ليه ادوار سياسيه مهمه جدا فتره المماليك او في اواخر عصر المماليك. اواخر عصر المماليك كانت فتره كلها حروب، كان فيها تزايد الخطر العثماني على الحدود المصريه وحدود المملوكيه، حدود اطراف الدوله المملوكيه في بلاد الشام. كان في عندنا الخطر التيموري نفس الشيء، فتره فرج بن برقوق، والفتره اللي اتت فيما بعد كان في عندنا اخطار اخرى، الخطر البرتغالي. دي كلها كانت تعتبر يعني اخطار محدقه بالبلاد فتره اواخر عصر المماليك الجراقصه. ولكن كان اشد هذه الاخطار كان عندنا طبعا الخطر العثماني والخطر التركماني. وجدنا ان هذا الامير خرج على راس الجيش المصري فتره السلطان قايتباي اكثر من مره، وقدر ان هو يحقق هزيمه ساحقه على الخصوم اللي هم خصوم مصر في هذه الفتره او في هذه المرحله. وكان اشهر هؤلاء كانت الامارات التركمانيه، وقدر ان هو يحقق نصر باهر ويحمي منطقه حلب او مدينه حلب من الخطر التركماني، وقدر ان هو يأسر اللي هو الشاه سوار اللي هو